صباح الخير مشاهدينا، اعذرونا على التأخير لظروف طارئة. طبعا صباح عليكم ومبارك لكم ثاني أيام عيد الفطر السعيد. يا هلا فريد، شلونك؟ صباح الخير أختي مي، وأحب أيضا أقدم أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سيدي صاحب السمو أمير بلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظ الله ورعاه، وإلى سمو ولي عهده الأمين، وإلى الأمة الإسلامية العربية، وإلى كافة الشعب الكويتي بمناسبة عيد الفطر السعيد. واحنا اليوم نتعايش معاكم في ثاني يوم العيد، ونتمنى ان شاء الله يعني نقدم لكم في هذه الحلقه معلومات قيمه ان شاء الله تستمتعون معنا ان شاء الله. هو الترحيب موصل للكل اكيد يعني. اكيد. بس فريد قول لي، امس اول ايام العيد وين رحت؟ وين جيت؟ اليهال وين راحوا؟ والله تدرين يعني اول يوم العيد يعني بعد ما خلصنا من البرنامج اكيد رحت البيت وشفت الاهل وشفت الوالدة الله يحفظها والوالد وعايتهم والعائلة الكريمة كلهم، يعني كانت يمعة بالبيت. أكيد أول أيام عيد يمعة الأهل، بس بالليل اليهال ما يرحمون، يعني لازم توديهم وتجيبهم. وانتي ظاهر أمس قلتي لي إنه وعدتي العيال بتطلعينهم وتوديهم الحديقة. إي صحيح والله، وديتهم حديقة الشعب شوي استانسوا هناك. إي الله كريم. بس في ناس قالوا لي شافوك بالمطار، شو السالفة؟ كنت بتسافر؟ أنا صراحة أمس يعني مي كنت بالمطار، وصراحة يعني كان يعني الازدحام مو طبيعي. اتوقع يعني الحين لو تتمشين بالشارع ما راح تلاقين احد، لان اتوقع كل اللي بالديره مسافر البارحه، وكان يعني ازدحام مو طبيعي. طبعا شو تلمح له يعني؟ تبي تسافر؟ تقدر تسافر وتخلي المشاهدين؟ والله يعني مستحيل نسافر ونخلي مشاهدينا واللي قاعد يتابعونا حاليا صراحه، يعني ما اقدر يعني اتركهم يعني. طيب شو القصه؟ وين كنت بالمطار؟ شو تسوي؟ صراحة بالمطار يعني كنت أصور لهم تقرير عن العيد. كان في أول يوم العيد سويت لهم تقرير عن الناس اللي مسافرين في الموسم العيد وين رايحين وليش مسافرين. طبعا جهزت لكم تقرير خفيف وبشكل جديد، راح تشوفونه أيضا بشكل جديد من طبخة فريد الكاظمي. إذا نطلع نشوفه مشاهدينا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، مثل ما انتم شايفين انا في اول ايام عيد الفطر السعيد متواجد في مطار الكويت الدولي. طبعا انا اليوم ماني مسافر، ولكن دور مطار الكويت الدولي خلال 24 ساعه دور حيوي، الناس مسافره وفي ناس راده من السفر، وطبعا هناك كثير من الناس مسافرين خصوصا في موسم العيد. انا راح اخذ اراء بعض الناس اللي مسافرين، وايضا هناك رجال مجهولين او جنود مجهولين من الطيران المدني راح نلتقي فيهم ان شاء الله. اذا خلكم معانا وتابعونا. اليوم اول يوم العيد وانتم مسافرين، وين ان شاء الله بالسلامه رايحين وليش مسافرين في اول يوم العيد؟ والله احنا وجهتنا ان شاء الله اوروبا اللي هي بلغاريا، عرفت؟ والسياحه يعني تدري ماكو شيء يعني صراحه يعني بالديره هني يعني، يا مطاعم يا الناس زحمه هني ملاهي او شيء، ماكو شيء جديد يعني، تعودنا ترفيهيه حديقه زين شنو في؟ ماكو شيء، زحمه تنطر بالدور، على الاقل منها تغير جوك. والله كريم ان شاء الله. بالتوفيق ان شاء الله تروح ترد بالسلامه. وانت ابي اعرف يعني اول شيء نقول لك كل عام وانت بخير وعيدك مبارك. رايحه بلغاريا دوله اوروبيه، ليش مسافره في اول يوم العيد؟ ليش ما قعدتوا في الكويت؟ والله تعيني هو تغيير جو شوي، طبعا نحن نحب البنات نحب نونسهم، يشوفون شيء جديد، يتعرفون على الدول، يتعرفون على لغات جديده، ناس جديده، يعني تغيير جو بس لا اكثر ولا اقل. ومنه تشيك اب حق الوالده. الحمد لله ان شاء الله. خلينا نسال صغيرونه اول شيء شو اسمك؟ طيف.
طيف، كل عام وانت بخير وعيدك مبارك. وانت بخير وصحة ان والسلامة. شاء الله باكر راح تطلعين بالتلفزيون والكل راح يشوفك ان شاء الله. ان شاء الله. زين قولي لي رايحه بالعيد شنو راح تسوين هناك في بلغاريا؟ استانس والعب واشوف اماكن، يعني اشوف اشياء حلوة. زين كم اعطوك عيديه؟ جمعت معك السفرة. يعني كم صارت؟ كم المبلغ؟ 50. اوه 50 دينار. إيه. 50 دينار حتى ما تجيب ايباد. يلا بالسلامه ان شاء الله وكل عام وانتم بخير. اذا مشاهدين خلكم معنا وراح نقابل بعد عوائل مسافرين ان شاء الله وكل عام وانتم بخير. الحين معانا مجموعة من الشباب الطيبين والحلوين اللي بيسافرون بعد في أول يوم العيد، نقول لكم كل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك. انت بخير وبصحة وسلامة. أول شيء وين مسافر؟ اليوم أول يوم العيد، وين مسافر؟ باخذ تور على يوروب مع الشباب، تونا خلصين يعني من الصيفي وتعب رمضان، فقلنا بنسافر نغير جو شوي، تعرف العيد شوي زحمة والشوارع كلها مسكرة، فقلنا نطلع نغير جو. وين مسافرين في أول يوم العيد؟ والله رايحين تركيا طال عمرك. اسطنبول جميلة، بلد اللي نقدر نقول عليها الخضار اللي فيها والطبيعة اللي فيها جدا جميلة. كلمنا ليش يعني ما خليت أيام العيد تقضونها أو تستمتعون فيها بالكويت، ليش خليتوا أنكم تسافرون برا الكويت؟ والله الواحد ما وده يطلع من البلد هذه، لكن من زمان ما سافرت عرفت، وبنونس العيال يعني. الله يعطيك العافية ونقول لكم بالتوفيق إن شاء الله، وتروحون تردون بالسلامة إن شاء الله. أول يوم العيد مسافر. اي والله. وين مسافر وليش؟ والله رايح اليونان اغير جو، تعبنا من الحر، كل يوم درجة حرارة 50، قلنا نغير شوي نروح مكان درجته 20 25 نستانس بالبحر شوي. الله يعطيك العافية وتروح وترد بالسلامة إن شاء الله. الله يسلمك. صدقتيني مي لما قلت لك الديره كلها مسافره الا انا وانتي وفريق الاعداد والمخرج يعني اللي قاعدين بالكويت. يعني طاقم العمل اللي معنا، لا في ضيف ثاني بعد مو مسافر. منو؟ في ضيفنا السيد عصام الزامل مدير إدارة العمليات بمطار الكويت. عيدك مبارك وعساك من عوادة إن شاء الله أخ عصام. صبحكم الله بالخير وعيدكم مبارك وعساكم من عوادة إن شاء الله. يا هلا فيك استاذ عصام، كل عام وانتم بخير وعيدك مبارك. وحقيقه انا سعيد جدا ان اليوم التقي فيك وفي شخصيتك صراحه، يعني انت انسان يعني نقدر نقول من مثل ما قلت ان الجنود المجهولين اللي صراحه دوركم كبير في مطار الكويت، وخصوصا يعني في وقت الذروه والمناسبات اللي هي العيد، يعني دورك مشهود عليه. وانا قبل تقريبا يوم السبت كنت متواجد في المطار وشفتك، يعني ما كنت جاي تصوير، فجاه شيء شفتك كنت متواجد وانت وطاقم العمل اللي معاك وقاعد تتابع وحريص جدا على يعني مثل هالمواضيع هذه او ان الازدحام الشديد اللي حاصل بالمطار. استاذ عصام، احنا سعداء جدا في لقائك. يعني اكيد بالبدايه ودنا نسالك يعني شنو استعداداتكم انتم كطيران مدني في اول ايام العيد فطر السعيد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا دائما في كل بدايه موسم سفر نكون يعني عاملين اجتماعات مع الجهات المعنيه في مطار الكويت، منها طبعا الاخوان في الامن والمرور والجمارك والجوازات ومقدمين الخدمات الارضيه وبعض الشركات الوطنيه مثل الكويتيه وطيران الجزيره. طبعا نعمل لهم يعني ابديت عن كل الرحلات الاضافيه اللي موجوده عندنا واعداد الركاب. نعم. وبدورهم كل واحد يوفر موظفين اسناد كفايه حق الموسم هذا، وبالتالي يكون كل واحد عارف ومؤدي دوره وعارف الوقت اللي المفروض يكون متواجد فيه. وبالتالي هذه انا دائما اسميها مثل سلسله، المرور مع الامن مع مقدمي الخدمات الارضيه اللي هو التشيكين كاونترز، الجوازات، الامن، الطائره. فهذه لو
تفقد أي يعني وصلة ما بينهم راح يتسبب في تأخير هؤلاء الركاب وتأخير الطائرة. فإحنا لابد نكون معطين هؤلاء الجهات يعني فكرة كاملة عن قبل الموسم متى ما يبدي ومتى ما يكون نهايته. فهذه وايد مهمة، ودائما ما يعني يكون هناك تواصل ما بينه وبينهم. أكيد. أستاذ عصام، بس إحنا شفنا الأجواء تشابه الأجواء اللي كانت تصير في موسم الحج، الزحمة وايد قوية. كلمنا عن عدد إحصائيات المسافرين في موسم العيد. طبعا احنا اذا نتكلم عن من يوم 15/8 الى 22/8 متوقع 177 ألف مسافر ما شاء الله خلال فترة أسبوع. أيام العيد أنا متوقع تقريبا 75 إلى 80 ألف مسافر من يوم خلينا نقول السبت الأحد الاثنين والثلاثة بحدود 80 ألف مسافر. نعم. يعني أنا أتوقع اللي شفناه بالصيف بداية الصيف يعني ما شفناه الحين صراحة. يعني الأمانة الأرقام مرتفعة كثيرة وتفاجئنا بالعدد هذا صراحة، لأن يعني ظاهر اللي معزمين على السفر فترة العيد وكذلك يتبعونها في بعض الأخوان يكملونها الإجازة إلى بداية العام الدراسي. فأنا أعتقد هؤلاء كلهم يعني كانوا مخططين لها من فترة. ومثل ما تفضلت أخوي فريد، يعني الأمانة اللي شفته أنا يوم السبت توقعت ترد الكويت ما احنا عارفين من عايد، الكل مسافر الكل رايح. فالأمانة وايد ناس مسافرة، واحنا طبعا دورنا يعني مثل ما تفضلت وجودي أنا هناك في المطار يوم السبت. الأمانة يعني أنا اليوم ما أمثل نفسي، أنا أمثل بلد دولة الكويت. فإحنا أعتقد إذا طلعنا وجه الكويت الحضاري بالطريقة هذه بتواجدنا نكون قدوة حق موظفينا والعاملين، جميع العاملين في مطار الكويت. أي مسؤول في الموقع هذا في الوقت هذا محتاجين منه، على أساس هم يعني يحسون أن فعلا الإدارة مهتمة، وهذا بالنهاية ينعكس على يعني سمعة دولة الكويت. وأنا الأمانة مو أنا الشخص الوحيد المعني في مطار الكويت. للأمانة لولا جهود الناس خلينا نقول الجنود المجهولين أنا ما أقدر أكون موجود هنا وأتكلم عن المطار. في ناس صراحة لولاهم أنا ما أعتقد أقدر أشتغل. إدارات أخرى، إدارة الأمن، إدارة الجوازات، الجمارك، المقدمين الخدمات الأرضية، بالإضافة إلى إداراتنا إدارات عندنا في الإدارة العامة للطيران المدني كثيرة، لولاها ما أقدر إحنا نشتغل. نعم. ومنها الهندسة والمشاريع والإنشاءات وإدارة النقل الجوي وسلامة الطيران، هؤلاء كلهم مكملين لنا. فأنا صاير بالصورة كوني إني كمدير إدارة العمليات في المطار وتعاملي مع شركات الطيران والركاب وغيره، لكن الأمانة هؤلاء وإدارات أهم من إدارتي أنا. فبالتالي أنا يعني كلهم كل شكر واحترام صراحة من خلال برنامجكم. أكيد أستاذ عصام. وطبعا مثل ما قلنا الطيران المدني، إدارة الطيران المدني تعتبر عمود الفقري بالمطار وشيء أساسي، وهي يعني المكان اللي دائما يعني يكون حيوي وفعال، والشغل يكون على عاتق الإدارة كثير وكبير يعني. ولكن قبل شوي ذكرت أستاذ عصام إحصائيات كثيرة الناس مسافرة، ولكن احنا في الفترة الحالية يعني نقدر نقول الدول القريبة اللي حوالينا أغلبها كان فيها يعني مشاكل وكوارث يعني وأزمات نقدر نقول سياسية. وين الناس متجهة؟ وين سافرت هالسنة بالعيد؟ طبعا أنا صرحت في جريدة الوطن يعني أكثر الأماكن اتجاها، يمكن بالترتيب كان في خطأ، حاطين أول شيء تركيا ولندن ثم دبي. لا، أنا أقول دبي بالمرتبة الأولى الأمانة، تركيا بعدين يليها خلينا نقول أوروبا والشرق الأقصى، ماليزيا عندك، في بانكوك، في عدة مناطق. بس المرتبة الأولى صراحة دبي، شيء غير طبيعي. يعني باليوم يمكن عندنا أكثر من يعني 20 رحلة لدبي. طبعا في البعض منا يطلع من دبي يروح إلى جهات أخرى، بس احنا نتكلم من الرحلات اللي تطلع من الكويت إلى يعني نهاية الخط اللي هي دبي. فدبي هي المرحلة الأولى. في بعض الدول يعني مثل بيروت كانت هم بعد من المناطق اللي كانت تجاه الكويتيين وايد عليها، لكن الأسباب اللي صارت الأمنية الأخيرة فصار العدد قل.
بكثير عن المفروض. نعم استاذنا، احنا طبعا بهالجو، جو الكويت الحار، مستحيل نسافر لديره جوها حار، اكيد بنختار ديره بارده ومناخها معتدل على الاقل، لكن من خلال جولتنا على معظم مكاتب الحجوزات رصدنا لكم هالتقرير، راح تشوفونه معنا وين الناس مسافره، شوفوا ورجعوا. باركوا يا احباب الفرح لذة وطاب. هو على اساس انه دش علينا العطله ودش علينا رمضان، فما كان في مجال ان نسافر، فقلنا ان شاء الله بعد العيد يعني نغير جو، تغيير جو شويه، كل واحد مرتاح نفسيا ومرتاح، يعني بيسافر يغير جو، تغيير جو، يعني ما في شيء يعني اقل ولا اكثر، يعني ان شاء الله. اكثر شيء بالصيف دول يعني بارده، يعني يكون بروده، يعني ما يدورون الحار. انا ان شاء الله راح بلغاريا. أنا نويت إني أسافر لأن رمضان صار في نص الصيف، لا هو من بداية ولا من نهاية، فتدري إن موسم السفر هو حالاته يكون الصيف كله، دش رمضان وإحنا ما نقدر نرمض برا الديرة، ففضلنا إن نسافر في آخر أيام العيد حتى يكون موسم على بداية الدراسة مع الأهالي. هذه الأيام في الكويت الحركة حاليا المواطنين الكويتيين والمقيمين بدأوا حركة من الكويت لبعض الدول. مكاتب السفريات واحنا احداها بتعرض رحلات متميزة، منها ما يعد رحلات فردية او عائلية او جماعية، بعضها لبعض دول اوروبا، بعض لدول شرق اوروبا زي بلغاريا تركيا، بعضها لدول شرق اسيا ماليزيا تايلاند، بعدها لاستراليا. الحركة قوية جدا على رحلات لاوروبا. قد تكون جميع الرحلات جميع المكاتب حاليا في الوقت الحالي انتهت يعني مليانة. رحلات بلغاريا مليانة ورحلاتها ما فيش حتى اماكن للعودة او للذهاب، بما يدل ان المواطنين الكويتيين كانت حركة السياحة نقدر نقول في الايام اللي هي عقب العيد هتكون اكتر من اللي حصلت في شهر 7. ده نتيجة طبعا انحصار ايام السفر عقب العيد مباشرة، نقول في حوالي اسبوع، يعني كل الناس عايزة تخرج عقب العيد مباشرة، او نقول في اخر يوم من رمضان مع اسبوع بعد العيد، كله عايز يخرج عشان يلحقوا العائلات ترجع قبل دخول اولادها المدارس في شهر 9 او في 9/9. الحركة لاوروبا متميزة ده بعض الدول زي نقول ايطاليا، المانيا، فرنسا، هولندا، سويسرا، انجلترا او بريطانيا. دي الدول اللي حركه السياحه، والنمسا، ودي الدول اللي حركه عليها نقول الرحلات الجماعيه مستمره من شهر 7 ومستمره حتى بعد العيد بشكل مكثف. شفتوا أكثر الأشخاص طبعا مسافرين حق دول الباردة الأجنبية، يعني بلغاريا والدول الثانية اللي جوها شوي يستمتع ببرودة أكثر مثل تركيا، وطبعا لظروف ما في الدول العربية اللي تعودوا الناس يسافرون عليها كنسلوا حجوزاتهم للأسف، وإن شاء الله يعني يعوضونها بالأيام الجاية. بس هالسنة صادفت العطلة الصيفية جاية مع وجود شهر رمضان، عشان كذي يمكن خربت شوي علينا عطلتنا، فإحنا نستمتع بوجود هذا الشهر نقضي بين أهالينا نرمضن بالكويت، خاصة إحنا ككويتيين.
أما الوافدين لا، سافروا واستمتعوا بوجودهم يم أهاليهم، وطبعا مددوا العطلة لما المدارس. أما إحنا لا، راح نقضي العيد ويمكن لغاية ما تبلش المدارس ونرجع. أستاذ عصام، تكلموا طبعا بالتقرير عن أكثر الدول اللي سافروا لها هي بلغاريا. شلون السفرات حق هالدولة بلغاريا؟ والله طبعا في إقبال كبير؟ نعم في إقبال كبير؟ لا والله في طبعا في إحدى السفريات عملت تقريبا عروض 22 رحلة نعم. طيران مؤجر بلغاري لي يعني في مصافين كويتيين يعني للسياحة في بلغاريا، وفي رحلات يعني بلغارية أعتقد بالأسبوع. ف في طلب عليها، بس طبعا احنا ما نقول بالكم الكبير، احنا يعني هذه قله قليله ناس تروح، لكن والله الكل يمدح المكان ويمدح البراد هناك. هو ما يلامون استاذ عصام، لان تدري الجو حار عندنا، فيبون شيء مكان بارد. طبعا مثل ما ذكرت اختي مي قبل شوي ان اخواننا الوافدين في الكويت هني طبعا في شهر رمضان دائما يحبون يروحون عند اهاليهم ويعيشون الاجواء الرمضانيه عند اهاليهم في ديارهم. وغير كذي احنا بالكويت هني طبعا عندنا ميزه ان في 10 اواخر شهر رمضان نسافر نروح العمره ونعتمر هناك، فبالتالي راح تكون كذي العوده ايام العيد، فراح يكون ايضا ضغط عندكم من الناس اللي رادين من السفاره، فشنو استعداداتكم من هالناحيه هذه؟ طبعا احنا نفس استعدادات المغادره نفسها تكون للعوده، لان الجدول يكون فيه مغادره الرحلات الاضافيه وفي العوده، فمن خلالها نكون منسقين يعني استعداداتنا في عوده هؤلاء السياح او حتى المدرسين. يعني احنا 7 و8 9 راح يكون عوده المدرسين، فاحنا متواجدين هناك. ورابعنا طبعا عندنا في اداره العمليات المره يعني عاده نزود بعض الموظفين خلال الاوف الثاني يساعدون ربعهم اللي في النوبه. الحين خلينا واحد من المراقبين يساعد المراقب المناوب اللي في النوبه مع عدد 10 موظفين تقريبا 8 إلى 10 لعمل مثل يعني موظفين اسناد للنوبه نفسها، وتوزيعهم على يكون تركيزنا مثلا على القادمين. يعني مثلا اول امس واللي قبله وامس واليوم تركيزنا كله على المغادره، وفي موظفين اللي في نوبتهم العاديه جابلين شغلهم بالمنطقه القادمين، لكن الاكثر والتركيز على المغادره. فالحين يصير العكس، التركيز على القادمين، والنوبه دوامها اللي بنفس اليوم او نفس الوقت يكون ادائها العادي توزيع موظفينهم على جميع المناطق المطار. فان شاء الله احنا استعدادنا ان شاء الله كبير، وطبعا هذا التنسيق مع مثل ما قلنا الاخوان في الامن والجمارك والجوازات. طبعا انت تكلمت استاذ عصام ان الدور اللي تقومون فيه والرجال الاداره العامه للطيران المدني متواجدين في كافه اماكن يعني المتواجده في المطار، ولكن انا من خلال زيارتي امس في المطار ويوم السبت واللي قبله يعني موسم العيد زحمه مو طبيعيه، تقول الكويت كلها مسافره، واتوقع مطار الكويت ما يستوعب الاستيعاب هذا العدد الهائل من المسافرين. فترمينال نفسه المطار نفسه كان هناك مشاريع توسعه للمطار، شنو صار على المشاريع هذه؟ والله هذا اخوي فريد سؤال وايد مهم واشكرك عليه. احنا صمم مطار الكويت الحالي بالستينات، تم انشاؤه بالسبعينات، تم تشغيله بدايه الثمانين. الطاقه الاستيعابيه كانت 5 من 4.5 إلى 5 مليون مسافر، اليوم وصلنا إلى 8 ملايين و600 وشوية مسافر. أرقام كبيرة. يعني أنت الحين تشوف العالم والزحمة، ترى هي شغلة عادية ناس مسافرة، بس لو المطار أكبر شوية راح تكون طبعا ما راح تشوف الزحمة هذه. لكن للأمانة أنا أعتقد في سبب رئيسي ودائما أقوله، عدم الاستقرار الوزاري عندنا، مو بس عندنا بوزارات الدولة، هذا قاعد يأخر مشاريعنا ويأخر عملنا. يعني كل ما يجي وزير واحنا نقوم فيه يعني اعطاء يعني المعلومات ويعني يبدي يركز على شغلنا، يعني صار ظرف وتغيرت الحكومه وغيره. فالان معنا يعني المهندس سالم مدينه وزيرنا وزير المواصلات، طبعا احنا نتبع وزاره المواصلات، جزاه الله خير صراحه مركز على عملنا ووايد يعني مهتم في
تطوير المطار والمرافق وإنشاء المبنى الجديد، وإن شاء الله نشوف يعني الخير على إيده إن شاء الله. تأمل خير إن شاء الله. يعني الطابور اللي تشوفه، الناس اللي واقفة اللي جايين من السفر، زحمة المطار، يعني شيء مو طبيعي، شيء مو طبيعي. الله يعينهم. احنا سوينا طبعا توسيع الحالية، إنشاء 7 بوابات، شغلنا من شهر تقريبا 4 بوابات، لكن الآن إن شاء الله يعني في نية لإنشاء مبنى مساند للمبنى الحالي بطاقة استيعابية تقريبا 5 ملايين مسافر. طبعا هذا إذا إن شاء الله بدأ العمل فيه يعني يأخذ له يمكن إنجاز شهر من سنة كاملة، وبالتالي ممكن أنه يبدي تشغيله. أما نتكلم المطار الجديد إن شاء الله اللي يعني احتمال الطرح يكون الشهر القادم إن شاء الله، ووزارة الإشغال راح تكون يعني تقوم في إنشائه بداية السنة القادمة 2013 ونهايته نهاية 2016. وطبعا هذا المبنى راح يكون جنوب المبنى الحالي بطاقة استيعابية 13 مليون مسافر. جميل. 30 بوابة مغادرة. يعني راح يكون في مطارين إن شاء الله. طبعا احنا مسمينه تيرمينال 2 الجديد، بس بالوقت الحالي احنا هم مركزين للفترة الانتقالية هذه ما بين هذا واستلام الجديد، يبي له فترة ويمكن قد تطول لأي سبب ما، فبالتالي احنا في بالنا عمل مطار مساند بالجهة نقول الشمالية للمطار الحالي بطاقة استيعابية 5 ملايين راكب. هذا إن شاء الله راح وايد يساعدنا، واحنا يعني مركزين على الموضوع، وإن شاء الله يعني مع الوزير راح يعني يساعدنا في يعني إن شاء الله. خير إن شاء الله. إن شاء الله. جهودكم أنتم طبعا فعالة، وهذا مبين خاصة بأيام الزحمة. أنا بكلمك أستاذ عصام عن الزحمة اللي تواجهونها بعد فترة قصيرة، موسم الحج. يعني أكيد تعودتوا عليه لأن كل سنة الموسم هذا موجود، بس شلون تقدرون تسيطرون على الزحمة الرهيبة اللي تكون موجودة؟ احنا الحمد لله الأمانة يعني سيطرتنا على اليومين هذي اللي راحوا يعني الحمد لله، والكل يعني كان يعني يشهد في العمل هذا وأدائنا. لكن فترة الحج يعني خلينا نقول فترة يومين 3 أيام مغادرة، يومين 3 أيام عودة. مشكلة الصيف طول الأيام يعني مغادرة، يعني بدايته والعودة فترة طويلة، يعني يمكن تاخذ لها يمكن 15-20 يوم. نعم. من مغادرة من عودة. أما الحج يومين هذيل يعني تكثيفنا راح يكون طبعا ما في شك يكون أكبر، وعدد موظفينا أكثر، على أساس أنه يعني نكون مسيطرين على الوضع. والأمانة يعني الحجاج هم يعني متعاونين معنا، و خلينا نقول يعني مندوبين الحملات دائما يعني نعطيهم أول بأول يعني الأمور اللي المفروض يتبعونها ويتواصلون معنا فيها، وكذلك من خلال هم عمل تشيك لهؤلاء الركاب قبلها في وقت خلينا نقول 8 أو 10 ساعات قبل وصولهم مع مندوب الحملة، وتعمل تشيكن حق جميع يعني أغراضهم وشنطهم على ما يجي الراكب الا يبدون يوزعون البوردنج من خلال مندوب الحملة على هؤلاء الركاب، فما راح يكون زحمة كبيرة على الكاونترات هذه. فالراكب كم وصل عدد المسافرين السنة اللي طافت من الحجاج؟ والله اتوقع مو اقل من تقريبا 35 إلى 40 ألف. يعني هذه ارقام قاعد تذكرها استاذ عصام، ارقام كبيره وارقام قياسيه تعتبر، ولكن يعني انتم كاداره طيران مدني اكيد تواجهكم صعوبات، مطبات في عملكم. ابرز هالصعوبات اللي تواجهكم في مطار الكويت لو تذكرها يعني. هو طبعا احنا مثل ما قلنا موضوع مبنى المطار هذا ان شاء الله يعني جاري قريبا ان شاء الله. موضوع طبعا المودعين يعني الامانه هذيل انا بالنسبه لي كارثه، لأن يعني يمكن يبي لهم مكان بروحهم.